السلام عليكم، عشركم مبروكه. اليوم مع ثاني حلقاتنا من برنامج طرب بلادي. كنسمعوا بالفرماج الفرنسي، الفرماج السويسري او الهولندي. هذو منتوجات محليه داع الصيد ديالها في العالم ومعروفه عالميا، ولكن واش المغاربه كيعرفوا شي حاجه على المنتوجات الفلاحيه والمحليه ديال بلادهم؟ تابعوا معنا الحلقه. هذه المنتوجات المحليه الفلاحيه اللي غادي نهضروا عليهم اليوم كتحمل علامه اي جي بي، لانديكاسيون جيوغرافيك بروتيجي. هذه العلامه كتعطيها وزاره الفلاحه لاي منتوج له اصل جغرافي، اي انه يمكنش نلقاو هذا المنتوج في منطقه اخرى غير منطقته الاصليه، وايضا كيمتاز بالجوده ديالو. وايضا هذه المنتوجات كتحول وكتستخلص كتنتج في منطقتها الاصليه. هذه العلامه دي جي بي كتساهم وكتساعد هذه المنتوجات الفلاحيه على التنافسيه في السوق الداخليه وايضا في السوق الخارجيه اي التصدير. اول هذه المنتوجات الفلاحيه اللي غادي نتحدثوا عليها هو الزعفران التليمي. هذا الزعفران كيتنتج في منطقه التليمي اللي كتقع بين ورزازات وتارودان، كيمتاز بلونه الاحمر الداكن وايضا بالجوده ديالو العاليه، وايضا انه زعفران طبيعي. والمغرب هو البلد الافريقي الوحيد اللي كينتج الزعفران طبيعي معدل 3 طن في السنه. كما كنعرفوا بان ايران هي المنتج الاول للزعفران في العالم، ولكن كيبقى الزعفران المغربي والزعفران التليمي له مكانته في العالم، وايضا كيمتاز بهذه المميزات الخاصه. موسم جني الزعفران كيكون في فتره منتصف اكتوبر الى منتصف نوفمبر. المنتوج الثاني اللي غادي نتحدثوا عليه هو شجره الاركان. هذه الشجره اللي كتواجد في منطقه سوس ديال المغرب. هذه الشجره ما يمكنش نوجدوها في شي منطقه في العالم غير هذه المنطقه، لهذا تعطى لها هذه العلامه ديال لي جي بي. في 1998 منظمه اليونسكو العالميه اعتبرت منطقه ما بين اكادير والصويره اي 830 الف هكتار منطقه محميه لحمايه شجره الاركان والتراث العالمي المادي. ومؤخرا المغرب انشا وكاله وطنيه لتنميه مناطق الواحات وشجر الاركان. دور هذه الوكاله انها تساهم في تنميه شجر الاركان وايضا منافسه ديال اسرائيل اللي جايه مستقبلا في هذه الزراعه ديال هذه الشجره. المنتوج الاخر اللي غادي نتحدثوا عليه هو الكليمونتين ديال البركان. هذا الكليمونتين اللي كيتميز بالمذاق ديالو مقارنه مع الكليمونتين اللي كاينين في المغرب كاملين، وايضا اللون ديالو برتقالي مفتوح. الكليمونتين ديال البركان حصل على اي جي بي في 2010، هذا الشيء اللي كيسمح ليه يدخل تنافسيه في السوق الدولي. نجد ايضا جبن الماعز ديال شفشاو. هذا الفرماج كنوجدوه في منطقه شفشاو، معروفه بانها منطقه جبليه كيطغى عليها تربيه الماعز. هذا الشيء خلى التعاونيه ديال هذه المنطقه ساهم في انتاج الجبان وجبن الماعز. هناك ايضا ورود ديال قلعه مكونه. هذا الورود كنوجدوه في قلعه مكونه اللي كتواجد ما بين تنغير ورزازات. هذا النوع ديال الورود كتستعمل في صناعه العطور وايضا في الصناعه التجميليه، ايضا في المواد ديال التنظيف. ويتم جني هذا الورود في شهر ابريل من كل سنه، وفي شهر ماي كيتقام مهرجان الورد قلعه مكونه، اللي كتعتبر من اهم المهرجانات اللي كتمر في المغرب خلال السنه. التمر المجهول تافيلات. التمر ايضا حصل على لي جي بي، تعتبر من المنتوجات المحليه المغربيه المهمه. كيتمتاز هذا التمر بالحجم ديالو اللي كيوصل ل 30 غرام و 6 سنتيم في الطول ديالو و4 سنتيم في العرض ديالو، وايضا المذاق ديالو. هذا التمر كنوجدوه في اقليم الرشيديه. من المنتوجات الفلاحيه ايضا اللي حاصله على لي جي بي كنوجدوا زيت الزيتون تيوت شيالما. هذا زيت الزيتون اللي كتعرف اللون الاصفر ديالها، وايضا مذاقها فريد على متميز على جميع الزيوت اللي كتواجد في المغرب. وايضا من المنتوجات ايضا كنوجدوا الرمان الصفري ديال منطقه اليمنان. هذا الرمان حتى هو كيتمتاز بالجوده ديالو واللون ديالو والمذاق ديالو. كنوجدوا هذا الرمان انه كيتصدر اغلبه للخارج. من المنتوجات ايضا كنوجدوا الصبار او الهنديه ديال سيدي فنين. هذه المنطقه المعروفه بانتاج وزراعه الصبار، وايضا حاصله هذه الزراعه حاصله على الجي بي اللي كيسمح له تصدير والمنافسه في السوق الداخلي. من المنتوجات ايضا ذات اصل حيواني، بالاضافه الى جبن الماعز ديال شفشاون كنوجدوا ايضا خروف بنيكيل ديال اقليم الشرق وجده. هذا الخروف اللي كيتمتاز باللون ديالو، اللون نلقاو عنده الراس بني ارجل، وايضا البطن ديالو لون بني. هذا اللحم ديال هذا الخروف كيتمتاز بمذاق جيد
ومدى رائع مقارنة مع جميع أنواع الخرفان الموجودة في المغرب. المنتوجات اللي ذكرت جميعها حاملة العلامات الإيجابية، وهذا نداء لجميع التعاونيات الفلاحية كتواجد في المغرب وكتنتج منتوجات محلية، ما عليها إلا توجه وزارة الفلاحة والمندوبيات الفلاحية على صعيد المغرب كتحصل على هذه العلامة اللي كيخول لها أنها تحمي المنتوج ديالها، وأيضا تدخل في تنافسية مع المنتوجات في السوق الداخلية وأيضا في السوق الخارجية. وأيضا هو نداء للمواطنين المغاربة أنهم يمشوا لهذه المناطق أو يزوروا هذه المناطق اللي يخرجوا في السياحة، وأيضا في هذا رمضان يشريوا هذه المنتوجات من عند جمعيات نسوية، منها دعما للتنمية المحلية في هذه المناطق. وصلنا لنهاية الحلقة من خلالها عرفنا واكتشفنا أهم المنتجات المحلية الفلاحية المغربية. تمنيتنا الإعجاب ديالكم، بارطاجيو هذه الحلقة مع أصدقائك، أيضا ما تنساوش نضموا إلى قناتنا على اليوتيوب. الهدف ديالنا من هذا البرنامج هو ثقافة فلاحية، أيضا نعرفوا بالفلاحة المغربية عند المغاربة. موعدنا الحلقة الجاية مع موضوع جديد وحلقة جديدة. وأشركم بركة. السلام عليكم.